السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مهندس محمد ديكو، شركه ديزاين. احنا فين؟ احنا في التجمع الخامس، تحديدا منطقه اللوتس. بنسلم شقه مساحتها 250 متر على نظام الباقه الفي اي بي. قبل ما نتكلم في شرح الشقه وتفاصيلها، هنتكلم في نقطه مهمه قوي. حضرتك ككلاينت ليه بتجيب مهندس ديكور او شركه تشطيبات؟ بتجيبهم عشان تنفيذ مهامهم. ايه مهامهم؟ اعداد وتنظيم وتنسيق المساحات الداخليه بشكل يحقق التوازن بين الحته الوظيفيه والحته الجماليه، بعد طبعا الانتهاء من الاعمال الاساسيه. طب ايه يا باشمهندس الاعمال الاساسيه؟ الاعمال الاساسيه اللي هو التكسيرات، تاسيسات، تاسيس مواسير فريون التكييف، تاسيسات الكهرباء. طيب ايه هي الحته الوظيفيه؟ تعالى نبدا نطبق ده ونتكلم عليها في الشقه اللي احنا موجودين معانا. اول حاجه هنتكلم على حته الزونينج. احنا في الريسبشن ده معانا زي ما حضراتكم شايفين مربع. قسمنا الريسبشن ده لثلاثه زون، مؤسسين هنا مكان للتلفزيون، ومؤسسين هنا اماكن الاناره بالكامل، ومؤسسين برضو مكان للتكييف. وشرحت في فيديوهات كتيره ان تاسيس اماكن التكييف، المواسير الفريون بتطلع لاماكن الكمبرسور اللي محددها الكومباوند او طبقا لواجهه العماره، ومواسير الصرف بتروح للبيبه اللي موجوده معانا. يبقى دي اول زونه موجوده معانا. تاني زونه موجوده معانا في المنطقه دي، معانا الانتريه، الاثنين كنبه والاثنين كرسي والتيبل بتاعتنا. نخش لثالث زونه في المنطقه دي، اثنين انتريه وما بينهم فوتيه او وات ايفر، قاعده عربي طبقا لرغبات العميل، ومؤسسين قدامها الناحيه الثانيه منظومه التلفزيون. وفي كذا فيديو شرحت لكم ايه هي منظومه التلفزيون. نتكلم بعد كده على حته السيركيوليشن منذ دخولك من باب الشقه. اكس الحركه، انا فارش يمين وشمال، فاكس الحركه ماشي على طول، مفيش حاجه اعاقتني. فاصبح ان شكل الريسبشن على الرغم من هو 3 زون، فهو مديني مساحه اكبر وشكله مناسب جدا. هنتكلم برضو على الجبسن بورد اللي فوق. الجبسن بورد اللي فوق واخدينه بالكامل فلات، مدين اضاءه اندايركت عامله على الحيطه، ولكن فصلنا اماكن الزونات عن طريق الاضاءه. ايه هي الزونات؟ فصلناها عن طريق الماجنت، واستخدمنا السبوت لايت بكامل الشقه زي ما حضراتكم شايفين. هنتكلم بقى في حته كل حد بيسالنا عليها، الحته الجماليه. الحته الجماليه دي لازم نحط تحتها عناصر التصميم. عناصر التصميم 8 نقط، هناخد منهم بس ال3 عشان الفيديو ما يطولش معانا. طيب الالوان المستخدمه في السايت ده لون توايلايت، مدينا استمراريه، طناش معاه لون تاني، فمدي دفء وراحه وشكله مناسب. هنتكلم عن الجزئيه الثانيه، هي حته الاضاءه. عندنا الاضاءه نوعين، اضاءه اساسيه واضاءه ديكوريه. طب الاضاءه الاساسيه اللي احنا استخدمناها هنا السبوت لايت والماجنتيك، ولو في نجف هيتضاف تحت حته الاضاءه الاساسيه. والاضاءه الديكوريه اللي هي الاضاءه الاندايركت لايت اللي بترمي على الحوائط وما خلف التجاليد الخشب. حته مهمه جدا في حته الاضاءه، عندنا في كل مواقعنا بنستخدم في السبوت بنستخدم 3 حركه. ليه؟ عندنا الاضاءه البيضاء اللي هي الاضاءه البارده عشان بتمثل طابع عصر. طب الاضاءه الثانيه الاضاءه الورم، دي الاضاءه الهاديه حيث الهدوء والراحه. طب الاضاءه المتوازنه ما بينهم دي في استخدامات يمنى العين. ثالث حاجه في عناصر التصميم هنتكلم عليها الخامات المستخدمه في الحته الجماليه. طيب عندنا في الموقع ده وظيفه المهندس الشاطر ان يوصل شكل الشقه للعميل بالشكل اللي هو عايز يشوفها بيه. لو انت شفت في فيديوهاتنا كلها، شققنا كلها، مش هتلاقي شكل الشقه الثانيه. ليه؟ لان العميل بيبقى ليه توجهات معينه. طيب العميل اللي موجود معانا في السايت هو بيحب بديل الرخام والاخشاب الطبيعي، ده التوجه بتاعه. مش هنقول له ده قديم ولا جديد، لا خلاص، ده هو عايز يشوف شقته بالمنظر ده. طيب عملنا ايه هنا؟ عملنا هنا يونت التلفزيون، اخشاب الطبيعيه الجاهزه اللي واخده القشره، مديه طابع كويس جدا. مديه هنا مستخدمين بديل الرخام. طب ايه يا باشمهندس الحته المفتوحه دي مكان تاسيس التكييف. احنا مؤسسين في ريسبشن 2، فعملنا علفه، بنعلف ده كده، بنحط له خشب موسكي، بنعمل ليب بروفايل. دي الاضاءه الاندايركت، يبقى الخامات المستخدمه الخشب الطبيعي مع بديل الرخام. فودينا الناحيه الثانيه طبعا والاباليج اللي معموله داخلها البانوهات. الخامات المستخدمه هنا نفس الموضوع، الخشب الطبيعي وبديل الرخام حيث الطابع الانيق كويس. هنا كان معانا عمود جلدناه بالطريقه اللي انتم شايفينها. تاسيس الكهرباء مش بكثره عدد المفاتيح، ولكن بوضع اماكن المفاتيح في اماكنها الصحيحه. طيب برضو هنا احنا مؤسسين للشطر موجود معانا في كامل الشقه زي ما حضراتكم شايفين. ونوع القطاع الالوميتال المستخدم هنا ده قطاع الالوميم، قطاع محترم جدا. هنتكلم على جزئيه البورسلين المستخدم في الموقع. ده بورسلين هندي 120 في 60
60. 120 في 60 بيقلل معانا اللحمات، وعملنا كذا فيديو عن طريقه تركيب البورسلين عشان ما يحصلش ليه مشاكل فيما بعد. ده مدخل باب الشقه، حاطين الاناره كامله موجوده في الحته دي، ومعانا باب تركي مصفح تصفيح كامل. حته مهمه جدا هنتكلم عليها. طيب الضيف داخل من هنا، الباب فتح شمال. طيب الضيف واخد راح في الريسبشن ومعاه الجيست تولت موجود هنا، وحرم البيت واهل البيت قاعدين في الزونه اللي جوه وبرضه واخدين راحتهم. عملنا دي ازاي؟ عملنا الباب المنطبق اللي موجود معانا ده باب فاصل الزونه اليمين عن الزونه الشمال، وكله خد راحته. عملنا هنا حاجه زي الكونسول، معانا هنا لوحه الكهرباء عملناها تاتش، خبيناها منها شكلها ديكوري وشكلها حلو. الحته دي ناقص لها مرايه هتيجي تركب هنا على الجزئيه دي، هي لسه ما جاتش. ومعانا هنا بواط الخدمات برضو موجود، بواط الخدمات اللي هو التيار الخفيف، الدش وسلوك التليفون وسلوك النت. نخش على حمام الضيوف. موجود معانا طبعا استمراريه الجبسون بورد، الاضاءه الاساسيه اللي موجوده معانا فوق. معانا برضو الاضاءه الاندايركت، مستخدمين البورسلين ال 120 في 60. احواض البورسلين من نفس خامه البورسلين المتواجد معانا. اسسنا مكان للسخان الفوري تحت الحوض مباشره، اصبح ان هو مش باين معانا وفي نفس الوقت بيقدمنا الغرض اللي موجود معانا. القعده دي وفيت خزان الدفء، معانا الخوارنق اللي موجود هنا معانا، ومعانا هنا الليب بروفايل اللي موجود، واستمراريه الخزان لحد فوق، وبرده المرايه المكمله لحد فوق خلت حمام الضيوف شكله اكبر واوسع ومناسب. وطبقا لرغبات العميل كان عايز الغساله الهدوم موجوده في حمام الضيوف ومؤسس لها الصرف من تحت، وهو كان عايز التغذيه من فوق بنفس الطريقه دي طبقا لرغبته. نطلع على منطقه المطبخ منطقة المطبخ ومشكلة ست البيت. المطبخ اما بنيجي نتكلم فيه لازم نتكلم على مثلث الحركة. ايه هو مثلث الحركة؟ معانا هنا مكان التلاجة، معانا هنا مكان الديب فريزر. ست البيت خدت الاكل من التلاجة حطته على الحوض، غسلته، خدته من الحوض حطته على البوتاجاز، اصبح ان هي واقفة في المطبخ مش مخنوقة. جبسون بورد اللي احنا مستخدمين في المطبخ، مستخدمين السبوت لايت، مستخدمين الليب بروفايل، مستخدمين شفاط موجود في المطبخ، اصبح ان مش هيبقى فيه مشكله دخان ولا روايح. طيب باشمهندس انا هعالج مشكله الابخره ازاي اللي موجوده في البوتاجاز؟ هنا بيتحط الشفاط اللي احنا بنشتريه وبنأسس له هنا في الحته اللي نازله دي فليكسيبل بهود، وبنحط بلاور بره، اصبح ان مش هيبقى فيه مشكله ادخنه في المطبخ اللي معانا. توزيعه المطبخ كده سريعا، معانا هنا وحدات تخزين، معانا هنا الميكرويف، معانا 3 ادراج للخضار. نخش بعد كده 2 درج كبار للحلل. معانا هنا الحوض بتاعنا تحت الشباك. الصح ان انت بتحط الحوض تحت الشباك وتبعد البوتاجاز عن الشباك لاسباب كتيره جدا، وعملت عليها كذا فيديو. حطينا الحوض موجود هنا، عملنا برضو درجين، درج للمعالق، درج تاني موجود، وبرضو درج عميق للحلل. نخش بعد كده برضو معانا هنا وحدات تخزين، معانا هنا البوتاجاز، معانا هنا برضو وحده تخزين، معانا هنا الديب فريزر، ومعانا هنا الثلاجه. الوحدات العلويه كلها بالكامل ستورج لحد السقف، الليب بروفايل بكامل المطبخ. الجزئيه الثانيه كان العميل هنا عايز مكان للتلفزيون موجود في المطبخ، وبرضه كان عايز مكان للتكييف، مؤسسين له مواسير فريون التكييف ومؤسسين له مواسير الصرف اللي رايحه على الحمامات. نطلع على منطقه الطرقه وهتلاقي استمراريه البورسلين ماشيه معاك بالكامل. طرقه ما شاء الله طويله جدا، لو خدتوا بالكم من تقسيط البورسلين من تحت اللحام ماشي في النص. طرقه طويله جدا، عالجنا ده وحطينا استمراريه في الجبسون بورد بكامل الطرقه عشان هنمشي كتير. حطينا بانوهات على شمالنا فيها الاباليج، فمديه طابع كويس جدا وانا ماشي، مش المسافه دي كلها هحس بملل، لا انا مبسوط جدا وانا ماشي. هنخش على غرفه الماستر. غرفه الماستر توزيعتها مختلفه شويه. معانا هنا سرير 180، معانا هنا كومود، معايا هنا كومود، طبعا الفيش المستخدمه فيشه ثلاثي وفيشه ثنائي، ومعانا هنا الديفيتر بالكامل للغرفه. وبرده هنا نفس الموضوع، فرع الالوميتال المستخدم الوميل موجود فيه الشطر، اماكن التكييفات، زرار التحكم في الشطر. برده نفس الموضوع اللي قلت له عليك في الريسبشن، الخامات المستخدمه هنا بديل الرخام مع الخشب الطبيعي الجاهز اللي احنا بنجيبه. يبقى دي منطقه السرير. نيجي للمنطقه الثانيه، معانا هنا عملنا
يونت للتلفزيون، حاطين برضو اماكن تاسيس الكهرباء والدش التلفزيون ومنظومه اتكلمت عليها. هنا معانا ركنه موجوده في الحته دي، وبرضو استخدمنا الطابع، معانا البانوهات، معانا فيه الاباليك، برضو فصلنا الحته دي على السرير. ومستخدمين في الارضيه مستخدمين سيراميك الباركيه، شرايح الباركيه مديه شكل كويس جدا. برضو معايا هنا الناحيه الثانيه موجود معايا هنا تسريحه المدام والسلك اللي موجود للمرايه اللي التاتش اللي طيب نخش على منطقه الدريسنج. الدريسنج زي ما حضراتكم شايفينه كده مساحته حلوه، واخد ال شيب، فيه كل التفاصيل اللي موجوده معانا. طبعا ده مع التنسيق مع العميل. الخامه المستخدمه في الدريسنج دي خامه الاتش بي ال، والحشو كونتر جود وود زي المطبخ بالظبط. خش على حمام الماستر. حمام الماستر زي ما بقول لكم في الفيديوهات كامله، هنا استخدمنا البورسلين الهندي 120 في 60 من نفس خامه البورسلين. مستخدمين الحوض هنا برضه بورسلين. خلاط الجروهي استخدم معانا. المرايه اللي تاتش كمله لحد فوق، مديه طابع كويس ومديه وسع الحمام. ده بالمناسبه باب تركي جاهز. كشافات الطوارئ موجوده في كل الشقه، موجوده هنا. برضه معانا القاعده الديورافيت. مؤسسين تحت الحوض هنا السخان الفوري، ولازم لازم لازم سلك 10 مللي. خش بعد كده على الكابن شاور. خدوا بالكم من التفصيله دي، ان احنا مستخدمين هنا خلاط دفء ثنائي، والمسطره بتاعته والهاند شاور، والجريلا اللي موجوده في الارض مش باينه، وهتلاقوا برضو البيبه اللي موجوده في الارض مش باينه، والاكسسوارات بالكامل موجوده في حمام الماستر. نخش على الحمام الرئيسي. الحمام الرئيسي هنا عاملين مع بره من نوع البياترا جراي، ماشيه مع الباب الجاهز التركي اللي موجود في الحمام. نخش على الحمام. مستخدمين هنا في الحمام برضو البورسلين الهندي ال 120 في 60 لحد السقف. استمراريه الجبسن بورد بالاضاءه الاندايركت. عاملين هنا القعده، عاملين هنا خوارنا على الطاير، في الليد بروفايل، في قطاع الالومنيوم في الحمام. معانا برضو مكان للشفاط. المرايه موجوده معانا لحد فوق، مديه طابع واسع في الحمام على الرغم ان هو صغير. فصلنا ما بين الحوض والكابين شاور بقاطع زجاجي مصنفر. نخش بعد كده على الكابينة الشاور. مؤسسين هنا خلاط دفء ثنائي، وعاملين فوق المسطره موجوده بشكلها المناسب، ونفس درجه البورسلين مستخدمه في الكابين شاور. وعاملين في الكابين شاور الخوانقات شكلها حلو جدا للاستخدامات الوظيفيه، هيحط فيها شامبو، هيحط فيها اي حاجه هيستعملها في الحمام، فشكلها مناسب جدا وحلو جدا. نطلع بعد كده على غرفه الولدين. برضه نفس الموضوع، مستخدمين المعابر بياترا جراي، فاصلين ما بين خامه الباركيه وما بين البورسلين عشان العلاقه لازم تكون مناسبه. الباركيه المستخدم معانا الشرايح، الزوننج والتوزيعه اللي موجوده معانا. معانا هنا سرير متر 20، معانا هنا الشاحن، برايز، معانا هنا الديفيتر، معانا هنا سرير 120، معانا هنا تجاليد من الخشب الطبيعي. الحته اللي متفتحه فوق دي ده مكان التكييف، هيجي يركب في الحته دي. صرف رايح للحمام، ومواسير فريون التكييف طالعه للكمبرسور. معانا هنا قطاع الالوميتال، عاملين برضو مؤسسين للشطر. ده قطاع الالوميل، وده زرار التحكم في الشطر، ممكن نتحكم منه برضو بريموت. الناحيه الثانيه الجزئيه دي كلها مرحلين الباب ده اعمال تعديلات معماريه 70 سم، بحيث ان الحته دي كلها دولاب بيلت ان، ومؤسسين جوه الدولاب البيلت ان مكان للتلفزيون. جبسن بورد هنا برضو الاضاءه الاندايركت والسبوت لايت الاحادي، والاناره كلها بالكامل هنا. ومعانا برضو كشافات الطوارئ في الشقه بالكامل موجوده معانا. نطلع بعد كده على غرفه البنت. دخلنا على غرفه البنات، هي مشابهه لغرفه الاولاد. توزيعتها معانا هنا سرير 120، معايا هنا الكومود وبرايز الخدمه والديفيتر، معانا هنا تجريد الخشب الطبيعي. مؤسسين فيه التكييف في الحته دي، مواسير فريون التكييف طالعه للكمبرسور، ومواسير صرف رايحه للحمام. ومعايا هنا برضو سرير 120، معايا هنا مفتاح التكييف، معانا هنا مفتاح لمكان تحكم الشطر موجود في الحته دي، وبرضو قطاع الالوميتال، قطاع الالوميل، قطاع محترم جدا. معايا هنا موجود الدولاب لحد الاخر، عملنا تعديل معماري ورحلنا باب وحطينا هنا الدولاب، وفيه بيلت ان مكان التلفزيون. كده انا شرحت لكم تفاصيل الشقه بالكامل. اتمنى ان الشقه تكون عجبتكم، واتمنى ان التفاصيل برضو تكون عجبتكم. للتواصل والاستفسارات ابعتوا لنا على رسائل الصفحه، او اعملوا كومنت، وقسم المبيعات هيتواصل معاكم مباشره يعرفوكم كل التفاصيل والاسعار والخدمات اللي بنقدمها. شكرا.